واحد النقطة ما انتبهوش ليها الناس بزاف، هي الكلمة ديال الأمم المتحدة بعد التصويت على القرار. تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية على أنها ستشرف شخصيا على هذه المفاوضات. تلتزم الولايات المتحدة أنها ستدفع جميع الأطراف إلى النزول إلى طاولة الحوار على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. اشنا هي نقاط القوة والضعف عند الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الجزائر واتجاه بوليزاريو؟ ما عندهاش حتى شي نقطة ضعف. الولايات المتحدة الأمريكية نقطة الضغط ديالها على الجزائر هي أنه هاد الصنيعة ديالك اللي هي البوليزاريو، إلا ما بغيتيش أنها تخليها تنزل المقررات المنتظم الدولي، راه قبل شهر أو شوية راه في الكونغرس الأمريكي تجمعوا مجموعة من النواب ودفعوا ملتمس ديال اعتبار البوليزاريو منظمة إرهابية. كتحاوري معنا أنت بالبوليزاريو، ما غاديش تحاوري أنت مباشرة، غادي نردها لك منظمة إرهابية وهي فعلا متورطة في مالي، ونقول لك دابا يلاه أنت هي المخاطب المباشر. ثم حنا علاش مدابزين؟ علاش كامل مدابزين؟ الصحراء المغربية راه مغربية، المغرب راه فيها الاستثمارات. اجيو نديروا الاتحاد المغاربي، الملك راه كان واضح البارح في الخطاب ديالو، اجيو نمدوا سياسات مد اليد اللي عندنا تحت الارض، اجيو نستافدوا منه كاملين، لا حنا ولا نتوما، فهمتي؟ باش نضيعوا هاد الاجيال انهم يستافدوا من الخيرات ديال المنطقه، حيت واحد السيد شيباني تعتقل في الحرب الرمال وبقات عنده عقده، وبدا كيجيب رؤساء مدنيين وكيحطهم فوق الكراسي وكيبقاو يعاندوا المغرب في اطار حسابات العالم ما بقاش محتاجها. الحرب البارده سالات، الحروب الايديولوجيه سالات، اليوم الحرب اللي كاينه والتنافس الاقتصادي.